ليه ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات لما بيتكلم بصفة الجمع، زي مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه جمع؟ ليه مش مفرد؟ ما هو لا إله إلا الله. بسم الله. السؤال ده أنا اتسألته مرتين أو أكتر، وأنا عارفة إنه مش تخصصي، إن في أعلم مني بكتير قوي يردوا عليه، لكن بما إنه اتسألته أنا شخصيا فوجب رد. بسم الله يا جماعة الخير. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم بصفة الجمع هو فكرة اشتمال الصفات. احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى ليه 99 اسم، 99 صفة، كلنا حافظينهم الحمد لله. طيب، فنيجي الأمر زي أمر مثلا تنزيل الذكر، ده في أمر مليان رحمة وفي حكمة وفي علم شديد جدا جدا جدا، زي ما وريت لحضراتكم عرضت على حضراتكم في بعض الفيديوهات اللي فاتت. علم لا يضاهيه علم. وفي من اسم الله الخبير، في من 99 اسم مشتملين في أمر تنزيل الذكر. فهي الفكرة اشتمال واجتماع واكتمال صفات الله عز وجل في فعل الأمر، مش تعدد أشخاص ولا تعدد آلهة. في آيات واضحة وصريحة جدا بتقول ايه، زي مثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو. في آيات كتير قوي تدل واضحة وصريحة جدا على التوحيد. فهي مش تعدد آلهة، استغفر الله، إنما هي فقط اجتماع واكتمال الصفات الربانية في الأمر. السلام عليكم.